عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة وصفاتي لأحلى السيدات. وصفتي اليوم غتكون متميزة ولزادة تميز واشتراكي مع قناتين اللي غادي يقدموا لكم واحد التنوع في كاب كيك بدون فرن. وهاد القناة الأولى اللي هي قناة وصفات أنس اللي غتقدم لكم بدورها كاب كيك بدون فرن بالبسكويت والكريمة. والوصفة الثانية للأخت سهام من قناة إبداعات سهام الفنية اللي غتقدم لكم بدور كاب كيك بأوريو بدون فرن. وأنا غنقدم لكم تشيز كاب كيك بمذاق الحامض اللي كيجي الصراحة غزال وبلا جيلاتين وبلا فران. خليكم معايا تكتشفوا المكونات. هاد الوصفة كنحتاجو علبة بسكويت ماريا، علبة حليب محلى نيسلي، 3 ديال الحامضات، علبة ديال الجبنة للدهن، وعلبة كريمة سائلة. مقادير بالغرام كما العادة غنخليكم تحت في صندوق الوصف. اول حاجه غناخذ الحامض او الليمون وغادي نعصرو. انا استعملت 3 ولكن كما كنقول يمكن لكم تستعملوا على حسب المذاق ديالكم ديال الحموضيه. غنعبي له علبه نيسلي محلى في واحد الخلاط الكهربائي وغنزيد عليه الحامض وغادي نطحنو وتما كيبقى لكم تذوقوا واش الحموضيه، وخصها تكون الحموضيه زايده لان غيتخلط مع الجبن. غنحصل على كريمه عاقده كما كتشوفوا. غناخد الجبن وغنعملو في الآلة ديال العجانة او الطراب الكهربائي وغنعملو يتخدم واحد شويه حتى يولي كريمي. من بعد غنزيد عليه الكريمه السائله اللي غتكون عندي طبعا بارده في الثلاجه وغنخليهم يتخدموا مزيان حتى تطلع الكريمه. ملي غيبدا تعقد نوعا ما غنزيد في السرعه ديال الاله او الماكينه حتى يبداو الخطوط يبانوا لي مزيان في الكريمه باش غنعرفها بانها صافي تخدمات مزيان. على هذا الشكل صافي الكريمه ديالي عقده. الكريمه عندي واجده ديال الجبن والكريمه ديال نيسلي والحامض حتى هي عندي واجده. دابا غندوز غنبدا نمزج الكريمه ديال الجبن مع الكريمه ديال نيسلي غير بشويه بشويه على هذا الشكل. ما خصنيش الهواء يخرج من الكريمه، يعني غنبدا نخدمها غير بشويه من برا من داخل. نخليكم مع الطريقه بالتفصيل. بعد ما كملت مزج الكريمات مع بعضهم حصلت على واحد الكريمه ثقيله على هذا الشكل. دابا غندوز غناخذ المول ديال كاب كيك غنعمل فيه القوالب ديال الكاغيط وغنجيب بسكويت هكذاك صحيح وغنزل في القاع ديالو واحد البسكوي على هذا الشكل. غنكمل يعني القوالب كلها باش تجيني الخدمه سهله. عملت كما شفتوا البسكوي لتحت. دابا غنوضع الكريمه بحيث يعني كل كاب كيك عملت فيه 2 طبقات ديال البسكوي. بحال اللي كتشوفوا. غنكمل جميع الكاب كيك بنفس الطريقه. من
وبعد ما كملتهم كاملين اخر شيء وضعت الطبقه ديال البسكويت باش يجي الشكل ديال الكب كيك مزيون على هذا الشكل. طبعا منين كملتهم خليتهم في الثلاجه من 6 ساعات وليله كامله احسن. منين باتوا في الثلاجه لغدا جبدتهم على هذا الشكل هذا. غنحيدهم من المول ديال الكب كيك باش يجيني ساهل نوضع عليهم الكريمه. بالنسبه للكريمه انا استعملت كريمه سائله وكريم شونتي بودر باش كتجي طالعه واقفه مزيان، لان بزاف الناس عندهم مشكل ديال الكريمه بوحدها ما كتصدق لهمش يعني كتزيين الكب كيك. بالنسبه للكريم شونتي عندي كتخلط مع 120 ملل ديال الحليب. انا ما خلطتهاش مع الحليب وانما زدتها مع 200 ملل ديال الكريمه باش كتعطيني كريمه واقفه وكتسهل عليا في الخدمه ديال او التزيين ديال الكب كيك. البودره ديالي فيها السكر، يعني انا ما قدرتش نضيف السكر لان فيها. زدت الكريمه على البودره وطربتهم تحصلت على كريمه عاقده. من بعد غنعملها في جيب الحلواني وغندوز للتزيين ديال الكب كيك بهذه الطريقه هذه، وكيبقى التزيين على حسب الرغبه ديالكم والذوق ديال كل واحد. وكانت هذه هي الوصفه ديال تشيز كب كيك بمذاق الحامض كيجي الصراحه هائل، وخاصه عشاق الحامض او الليمون بحالي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش زياره قناه وصفات انس وقناه سهام للابداعات الفنيه. ما تنسوناش من صالح الدعاء والى اللقاء، مع السلامه.